والله هو طبعا يعني هم رجال اعمال بيحسبوها غيرنا خالص. يعني هو يعني ايه يكسب ازاي فيقدر اللي مش عارف اقول لك الغايه تبرر بوسيله. يعني معظم رجال الاعمال خاصه في البيزنس بيحاولوا ان هم يكسبوا اكبر مكسب ممكن على ارض الواقع. كون اللي هو باع الاي ار تي لما كانت هي محتكره برضه على فكره قبل كده، وباعها للجزيره اللي هي بقت بي ان سبورت، حاجه عالميه. لكن انا شايف ان التلفزيون او نايل سبورت برضه واتحاد الاذاعه العربيه، اتحاد الاذاعات العربيه، فاكر الموضوع ده، المسمى ده كان ممكن يشتروا بطولات، على الاقل البطولات العربيه، البطولات الافريقيه، ويقدروا اللي هم يعملوا عمليه يعني يتعاونوا مع بعض وممكن يشتروا مباريات. الموضوع مش مشكله، هو بس الشركه بتشترط يعني المباراه 2 مليون دولار، ما انت لو عملت اعلانات مش هتغطي ال 2 مليون دولار، فبالتالي يبقى في تعجيز للي هيشتري سواء مصر او تونس او اي دوله عربيه او افريقيه، وبالتالي هم بيقرصوا او بيزيدوا من فجوه الاحتكار. على الاقل نحاول نقلل السعوديه بس. ان شاء الله مثلا مع مباريات منتخبها وفرقها او في الدوري بتاعها، نحاول بس نقلد المملكه العربيه السعوديه. والله مصر عايز اقول اللي هي طبعا احنا كنا الرواد دايما في كل حاجه، وانا مش عايز اقول السجاده انسحبت مننا في كره القدم او الدوري المصري، لكن السلعه المصريه او الدوري المصري مطلوبه في دول الخليج، بس محتاجه ناس عندهم قلب، ناس تحب البلد دي بجد، سواء اتحاد كوره سواء اي مسؤول. نعم. اي مسؤول في مصر، لان ده هينعكس على تسويق الدوري المصري، وهنرجع تاني. وانا بقول لك اهو انا مسؤوليتي اللي برضو هنرجع الدوري المصري اقوى دوري بعد حل مشكله الجماهير والمشاكل اللي بتحصل. طيب بمناسبه ان انت تطرقت الى الدوري المصري يا استاذ ياسر، يعني كان عندنا النهارده مباراتين، المصري فاز على الداخليه 3-2 في منافسات الاسبوع 29، اتحاد الشرطه فاز على الاسماعيلي 1-0، هارد لك طبعا لكل جماهير النادي الاسماعيلي. النادي المصري على الجانب الاخر بيهدد بشكوى انه يشتكي اتحاد الكره للمحكمه الرياضيه عشان الاستاد، مساله الاستاد اللي المفروض العقوبه انتهت 24 ابريل الماضي. بتشوف الموضوع ده ازاي، وايه اللي المفروض المصري البورسعيدي يعمله خلال الفتره اللي جايه؟ والله هو انا شايف هل يسحب الشكوى ولا هل يستمر فيها؟ راي حضرتك ايه؟ لا هو رايي، وهو برضو قد يكون صحيح او غير صحيح، يعني دي وجهه نظر، ان النادي المصري برضو تعرض لظلم كبير. نعم. يعني النادي المصري منذ 4 سنوات تحديدا، ومشكلته مع النادي الاهلي، هو انا حاسس ان هو برضو اتظلم كفريق كوره، على الرغم ان ده انعكس على مستوى الفريق. الفريق السنه دي انا اعتقد من وجهه نظري برضو ان النادي المصري قدم بطوله قويه جدا اللي هي بطوله الدوري السنه دي، وكان مباراه محترمه طبعا. وعايز اقول يعني لما نقول النادي المصري يبقى نشاور على طول بالايجاب وليس بالسلب لحسام حسن كمدرب مدير فني، قدر اللي هو مش عايز اقول زي الديسك عندنا في الصحافه عمل من فسيخ شربات، لكن فعلا عمل من اللعيبه دي لعيبه المصري باقل الامكانيات المتاحه، عمل فريق قوي جدا زي ما احنا بنشوف. يمكن دلوقتي بنتابع الفريق كويس جدا، انا شايف ان في عناصر جميله لسه عايز يدعم حماس. يعني انا بس عايز ارجع بقى اقول بقى نقطه مهمه جدا، ان الموضوع مش حسام حسن اللي هو مدرب حماسي، لا ده اثبت ان حسام حسن مدرب تكتيك عالي، ومدرب على مستوى عالي جدا من الكفاءه. انت ممكن مره ماتش 2 و3 و4 تكسبه عشان بالحماس، او انت مدرب متحمس، لكن بالشكل دون صعب جدا ان انت تكون مدرب عندك حماس بس، انت عندك كمان فكر كروي متميز، وعندك لعيبه بتنفذ في الملعب في اقل الامكانيات. جميل. بس انت يعني انت بتشوف ان النادي المصري اتظلم، فبتشوف مشكله الملعب. الملعب بتشوف ان هو يستمر في شكواه ولا يحاول يوصل لحلول؟ لا انا شايف انه ما يستمرش في شكواه، لان الموضوع ده هي للاسف سمعه مصر. سمعه مصر على المحك زي ما بنقول، وما ينفعش لاي حد يعني ان نقول لاتحاد الكوره، هو لو اتظلم من اتحاد الكوره ممكن يصعد لوزاره الشباب، لان مصر اهم من مصر والاهلي والزمالك والكلام ده، مصر فوق الجميع، فلازم نتكلم، يبقى ده المبدا بتاعنا. وما ينفعش تقول الاختلاف في الراي لا يفسد الود قضيه، لا الاختلاف في الراي يفسد الود قضيه تماما. يعني هو عكس في المساله دي تحديدا، طبعا في المساله دي تحديدا، وجهات النظر في متاحه، اللي انت بتلعب ماتش كوره خسرت ممكن تشتكي الحكم، ممكن كده، لكن لما يكون على سمعه مصر
يبقى لازم كمان اتحاد الكوره او اتحاد الجمعيه لازم يكون على قدر المسؤوليه. الناس ازاي تحل المشكله، لازم تحل المشكله. هم بيشتغلوا ايه؟ هو مش موجود دلوقتي. انا اعتقد ان الدكتور ثروت سويلم ده راجل كويس، يعني المفروض اللي هو محايد. يعني اذا كان هو موجود قدامه 3 شهور او 6 شهور هيعيد الانتخابات تحت اشرافه اتحاد الكوره في حاله الحل الرسمي اللي هو قرب جدا على فكره. يعني الحل برضه فيه مشكله كبيره لان اترفض رد القاضي، فبالتالي اصبح الموضوع قريب جدا لحل المحكمه الاداريه العليا. كده هتأيد قرار الحل اللي هي تزعمته اللي هي المحاميه ماجده الهلباوي وهرماس رضوان مع حفظ الالقاب طبعا في الاونه الاخيره. انا بس اتصور ان المصري ما يشتكيش اذا كان ده تهديد فبرضه ما يصحش، لكن اتحاد الكره موجود. وزير الشباب خالد عبد العزيز اعتقد ان هو لازم يتحرك بجديه اكتر من كده شويه والامور ما تبقاش مايعه. واعتقد ان هو انسان محترم. راي حضرتك يا استاذ ياسر انه او هنقول يعني استنتاجاتك انه ممكن وزير الشباب والرياضه مع اتحاد الكوره يعيد التدريبات مره اخرى والمباريات في هذا الملعب، ولا انت شايف ايه؟ لا انا شايف اللي هو احد اعضاء مجلس النواب اعتقد اقترح ان المدرج اللي هو فيه المشكله في بورسعيد ده يتهد كنوع من الحل. يتهد، اللي هو شاهد الازمه بين الاهلي والمصري، يتهد المدرج ده. وكامل ابو علي هو اللي قال، يعني عشان بقى كل واحد يرجع كل واحد ياخد حقه. كامل ابو علي هو اقترح على النادي الاهلي وعلى مجلس اداره المصري، والراجل ده مش عايز اقول سبونسر او بيدعم المصري بورسعيد دايما منذ كان رئيس النادي ولغايه دلوقتي. يقول اللي يتهد الملعب ده او المدرج ثم يعاد مره اخرى بناؤه. هو اقترح كده. ممكن العقلاء أليس بينكم رجل رشيد؟ يعني حد بقى من الناس يوفق بين إدارة الأهلي وإدارة المصري ويقعدوا مع بعض على المائدة وبعيد عن اتفقوا على ألا يتفقوا. احنا يعني كعرب احنا لا هنبعد عن الموضوع ده ويتفقوا ويقعدوا مع بعض سواء يجي الاجتماعات في هنا في النادي الأهلي في القاهرة أو في بورسعيد أو في أي مكان ده يتم حل هذا الموضوع قابل للحل. طبعا قابل للحل بدون تصعيد للمحكمه الرياضيه الدوليه، لان سمعه مصر اهم زي ما اتفقنا وما فيهاش اختلاف، اهم من الاهلي والزمالك والمصري واي حد. صحيح. الموضوع قابل للحل، ايوه قابل للحل. نعم.